تكون بتعاني من تعفن المخ وانت مش واخد بالك. ركز معايا، 3 خطوات هينقذوا دماغك. تعفن المخ يعني مش مركز، بتنسى، مش قادر تستمتع بحاجة. أبحاث علم الأعصاب بتقول إن مشاهدة التيك توك والريلز كتير بتعمل دفعات دوبامين سريعة ومتكررة، والمخ يتعود على السرعة دي. فمع الوقت بتلاقي إنك ما بقتش تستمتع بالحاجات اللي بتاخد وقت كتير زي المذاكرة أو الرياضة. السبب يا صديقي استهلاك المحتوى السريع زي الريلز والتيك توك. المخ بيدمن الدوبامين السريع، وده بيخليك مش قادر تستمتع بالمذاكرة والشغل أو حتى الرياضة. في 2022 نيتشر ريفيوز لقوا إن الاعتياد على مكافآت الريلز بيغير نظام المكافأة في المخ، وتبقى مطالب دايما بالمكافآت السريعة. وكمان في دراسة 2017 لقوا إن تقليل وقت الشاشة 10 ل 15 دقيقة يوميا بيحسن النوم والمزاج والتركيز. الحل يا صديقي، اعمل ديجيتال ديتوكس، سيب الموبايل 10 دقايق في اليوم. تاني حاجة، اعمل نشاط عميق، اقرأ أو اعمل أي حاجة 15 دقيقة متواصل. تالت حاجة، اطلع اتمشى وسط الطبيعة عشان تهدي دماغك. أحسن حاجة يا صديقي إنك تتمشى في مكان فيه خضرة وهواء. الطبيعة بتقلل إرهاق الانتباه وبترجع تركيزك وبتساعد على استعادة الانتباه. جرب واحد منهم النهاردة وقولي في الكومنت إيه اللي هتبدأ بيه.